السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى واجمل نوع تحلية ممكن تعمليه. بسيط وسهل جدا ومش هياخد معاكي ولا وقت ولا مجهود ولا كمان تكلفة. التحلية بتاعتي النهاردة هتنفع معاكي صيف وكمان شتاء. جربيها مرة هتعتمدي الطريقة وهتعمليها على طول. طعمها في منتهى الجمال، مفيدة ومغذية جدا لولادك، وكمان سعرها وتكلفتها على قد ايدينا. تعالوا كده نسمي الله ونشوف الطريقة بتاعتي عبارة عن ايه. بس الاول نسمي ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسيش الفيديو لو عجبك اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. يلا نسمي الله ونشوف المكونات وكمان طريقة التحضير. نقول بسم الله. وانا عندي هنا كيلو ونص كده من البطاطا. البطاطا دي احلى واجمل تحلية ممكن تعملي بيها اشكال والوان. انا النهارده هعمل البطاطا بتاعتي صينية كده في الفرن بطريقة بسيطة وسهلة، مش هتاخد معاكي وقت ولا هتوقفك كتير في المطبخ. انا عندي هنا البطاطا بتاعتي بعد طبعا ما غسلتها وقشرتها، رحت مقطعاها كده حلقات، ولا هي كبيرة قوي ولا هي رفيعة قوي. بعد كده نزلت بكوباية من اللبن، ممكن تستبدليها بكوباية من المية. وبعد كده نزلت باربع معالق كبار من السكر، ومعلقة كده كبيرة من السمنة او الزبدة حسب المتوفر عندك، وكمان عليهم كيسين من الفانيليا. هي دي الاضافات اللي انا هضيفها على البطاطا بتاعتي. تعالي بقى على البوتاجاز وعلى نار هاديه كده، ابدأي ان انتي ارفعي البطاطا بتاعتك. مش هتاخد معاكي 10 دقايق ربع ساعه وهتلاقيها دايبه معاكي. بس اهم حاجه كل دقيقتين تلاتة كده ترفعي الغطا وتقلبي البطاطا من فوق لتحت. بصي اللبن ابتدى ان هو يغلي معايا والبطاطا كمان دخلت في السوا. اهم حاجه ان انت تقلبي من فوق لتحت عشان ما تبقاش فيها اجزاء كده جامده واجزاء كده ايه مستويه. بصي اللبن بيبتدى يغلي وهي البطاطا خلاص ابتدت ان هي تستوي معايا. هنا بقى بعد ما سبتها كده 5 دقايق اخدت السوا الكامل، هبتدي بقى وهي فيها المادة السايلة بتاعتها او حبة كده من اللبن، سواء طبعا اللبن او المية. ممكن تعمليها بمية عادية خالص، بس انا حبيت ان انا ازيد من القيمة الغذائية بتاعتها وانزل كده بكوباية من اللبن. زي ما قلت لك ممكن تستبدليه بمية. ابتديت بقى ان انا اهرسها كده، بس اهم حاجة تخلي البطاطا بتاعتك فيها حبة كده من السوائل. احنا عارفين طبعا ان البطاطا من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت في السوى، يعني 10 دقايق بتبقى مستوية ودايبة معاكي. بصي انا هرستها حلوة قوي، اهم حاجة يبقى كده القوام بتاعها ناعم كده وكريمي عشان ما يبقاش فيها قطع كده متكتلة. ممكن تهرسيها بشوكة او بمعلقة. بصي ناعمة ازاي؟ يعني كده البطاطا بتاعتي كلها مستوية. تعالي بقى هاتي هنا 4 معالق كده من جوز الهند. لو عندك زبيب ممكن تحطي، ولو عايزة تستغني عن الخطوة دي استغني عنها، يعني دي اختيارية بالنسبة لك. بس عامة جوز الهند في البطاطا بيخلي طعمها وريحتها حلوين قوي. انا كده البطاطا جاهزة معايا. هروح بقى على الرخامة واحضر البايركس بتاعي، دهنة كده دهنة من السمنة، وابتدي انزل بكمية البطاطا بتاعتي. لو لاحظتي ان البطاطا بتاعتي الملمس بتاعها ناعم خالص، يعني ما فيهاش كده اي حاجه متكتله او اي حاجه كده قطع ما استوتش. هتبداي بقى ان انت كده ايه تساوي وش البطاطا بتاعتك عشان تبقى متساويه كده، عشان هنعمل طبقه من البشاميل، يبقى طبقه البشاميل كده متساويه وكمان طبقه البطاطا. انا عايزه اقولك بقى ريحتها وهي كده تتاكل كده لوحدها. هي طبعا مستويه ومزودين عليها الزبده او السمنه، بجد مخليه ريحتها تحفه. تمام كده، انا كده البطاطا جاهزه معايا. انت ممكن تستغني عن طبقه البشاميل وتحطيها كده في الفرن تاخد بس لون كده من على الوش وتطلعيها تاكليها. هي البطاطا بتاعتي مش محتاجه اي حاجه، بس انا حبيت ان انا اعمل لها طبقه كده من البشاميل خفيفه عشان تديها طعم احلى واحلى. تعالي بقى نشوف المكونات بتاعه صوص البشاميل بتاعي. هحتاج ل3 كوبايات كبار كده من اللبن، وعليهم 4 معالق كبار من السكر، وكمان 3 معالق كبار من النشا، وهحتاج كمان لمعلقتين من الكريم شانتيه لو موجود عندك. لو متوفر حطيه، لو مش متوفر ممكن تستغني عنه. وكمان كيس من الفانيليا هحطه طبعا دلوقتي، ومعلقه كبيره كده من الزبده بتخلي طعم البشاميل حلو قوي. هتقلبي كده كل المكونات بتاعتك على البارد قبل ما ترفعيها على النار عشان ما يكتلش معاكي، وتتاكدي ان النشا والسكر والكريم شانتيه دابوا تماما في اللبن.
بعد كده هترفعيه على نار متوسطة، وايديكي بقى كده بالتقليب المستمر عشان البشاميل بتاعك ما يكتلش. طبعا طريقته بسيطة وسهلة، والله مش هياخد معاكي 5 دقايق. هو بيربط على طول لمجرد ان هو يسخن ويبتدي يعمل كده فقاعات، بترفعيه كده من على النار. بس اهم حاجة تحطي معلقة الزبدة او السمنة، بتديله ريحة وطعم حلو قوي. بصي البشاميل بتاعي ابتدى ان هو يربط. انا مش عايزاه يبقى بشاميل تقيل، لا انا عايزاه يبقى متوسط، ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي. يعني لمجرد كده ان هو يعمل فقاعات كده، تطفي عليه عشان تبقي متأكدة بس ان النشا بتاعك استوى. انا عايزه اقولك ان انا عملت البشاميل بتاعي زي ما بعمل المهلبيه بالظبط. يعني عملته كده كله على البارد تمام. كده بتضمني ان البشاميل بتاعك عمره ما يكتل منك ابدا. اول ما يبتدي ان هو يعمل فقاعات كده، بتروحي رافعاه من على النار، وتنزليه على طول على وش البطاطا، وتساوي بقى كده الوش بتاعه. انا كده جهزت معايا احلى واجمل صينيه بطاطا هتعمليها. بعد ما تساوي طبقة البشاميل على وش البطاطا، سيبيها كده لمجرد دقيقتين. هيبتدي يعمل طبقة كده زي المهلبية، قشرة كده من فوق. هاتي بقى معلقة من السمنة أو الزبدة، وابدأي كده وزعيها على وش الصينية عشان تديني لون ذهبي كده حلو. وحلو الوش الصينية بتاعتي. بصي طبعا بتتفرد بكل سهولة، وطبقة البشاميل عملت كده قشرة من فوق. دلوقتي بقى هتدخليها الفرن على الشبكة اللي في النص، مش هتاخد معاكي ربع ساعة. طبعا كل حاجة عندي مستوية، هي لمجرد بس ان هي تغلي غلوة كده، تتداخل مع بعضها، والبشاميل بتاعي يعمل طبقة كده من فوق وياخد اللون الحلو ده. الميزة بقى في صينية البطاطا بتاعتي النهاردة، ان البطاطا احنا عارفين بتتاكل صيف وشتاء. لو في الصيف هتسقعيها كده وتحطيها في التلاجة وتاكليها ساقعة، هتطلع معاكي الخرطة بخرطتها كده زي المكرونة البشاميل بالظبط. ولو في الشتاء هتاكليها كده سخنة، تدفي كده في السقعة بتاعت الشتاء، ومغذية ومفيدة، وكمان سعرها على قد ايدينا. والبطاطا بتبقى صيف وشتاء متوفرة في السوق. بصي بقى جمال القطعة بتاعتي، انا هنا سبتها بس ايه ربع ساعة كده لحد ما بردت شوية. طبعا لو سبتها اكتر، لما تيجي تطلعي قطعة البطاطا هتطلعي كده الخرطة بخرطتها، يعني هتطلعي قطعة كده متماسكة مع بعض. طبقة البشاميل اللي بتجمد، وكمان طبقة البطاطا. بصي جمال الصينية عاملة ازاي، بجد في منتهى الجمال. طعمها روعة. يعني لو هتعمليها كده كل يوم او كل يومين، مش هتاخد معاكي ولا وقت ولا مجهود ولا تكلفة. بجد بسيطة وسهلة جدا، بس طعمها في منتهى الجمال. وريحتها كده وهي بتستوي بتبقى تحفة. بصي القطعة عاملة ازاي، بجد روعة. ومكوناتها طبعا موجودة من عندنا في البيت. ان شاء الله هتجربي الطريقة وهتعجبك وهتعتمديها. اتمنى الوصفة تعجبكم، ونتقابل الفيديو الجاي.